فناننا الكبير استاذ حمدي ابو العيله، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. الوقفه بتاعت النهارده دي كانت المطالب بتاعت حضرتك ايه؟ والله مش مطالب، هي مطالب الجموع ومطالب الناس اللي هي حست بالظلم والغبن الشديد، لان جميع الجهات وجميع وناس جوه الوزاره نفسها بتاخد دخول قدهم 20 مره، والناس فعلا تحت حد الفقر. يعني ما ينفعش مدير عام زي حالاتي كده يبقى دخله 1000 جنيه، ما ينفعش، ده ما يرضيش ربنا. ما بالك بقى الناس المرؤوسين اللي عندي، اللي اقل مني واللي اقل مني. مرتبك كام؟ مرتبك كام؟ 300 جنيه. طب مرتبه 300 جنيه. تعالى تعالى، مرتبك كام؟ 400 جنيه. تعالى تعالى، مرتبك كام؟ درجة أولى 800. طيب تخيلي دي مرتبات ترضي ربنا؟ هيقابلوا بيها ربنا المسؤولين عننا؟ طب اقول لك على حاجه، يجيبوا كام فرخه دول؟ يعني 400 جنيه يجيبوا 8 فرخات؟ يجيبوا ايه؟ يجيبوا كام كيلو لحمه؟ كيلو لحمه ب 100 جنيه دلوقتي. ربنا يلطف بينا. طب نعمل ايه يعني؟ ربنا نعمل ايه؟ نعمل خاطبنا وبعتنا رسالات وبعتنا خطابات للوزير ووزير الماليه وغيره وغيره ولم يستجيبوا. هيستجيبوا غصب عنهم، وانا بقول لهم هم سامعيني، هيستجيبوا غصب عنهم. يعني دي كل المطالب، مطالب كلها ماليه؟ هي مطالب حقوق الناس مش ماليه، حقوق الناس، الحق الادنى للمواطن المصري. والمنام ده مش له حق. يعني كيف يبدع الفنان خلاص او الذي يعمل معه لتوصيل ماده فنيه للناس دول وهو حاسس بالقهر يعني؟ طب حضرتك قدمتوا المطالب دي لسياده الوزير الثقافه الاستاذ شاكر؟ ايوه اتقدمت له وتقدمت لوزير الماليه، وهو قدمها هو الوزير نفسه قدمها لوزير الماليه ولم يستجيب. تمام. مساله صعبه يعني عايزين بس ان احنا نقول ان احنا طرقنا الابواب القانونيه. بالظبط كده، بالظبط كده. وانا راجل مدير عام، انا مش هخرج مع الناس الا لما اكون متاكد ان هم لهم حقوق حقيقيه. انا مش عايز المنصب ولا عايز حاجه ولا يهمني الكلام ده. انا يهمني ان انا اولادي مستقبلهم يكون افضل. هعمل ايه انا بالمنصب طالع عيني؟ في حاجه ثانيه حضرتك هتحب تضيفها؟ لا شكرا. الف شكر.